السلام عليكم. اليوم يا جماعة بدنا نحكي عن آخر 7 سنوات قبل تحرير فلسطين ونزول الخلافة ببيت المقدس. وقبل ما نبدأ حاب أحكي إشي مهم، إنه أمر الله نافذ، رضي من رضي وسخط من سخط. واللي راح أحكيه اليوم مش تحليل ولا اعتقادي الشخصي، كلام اليوم راح يكون من الأحاديث النبوية والنبوءات التوراتية، ولازم تضلوا معاي لآخر الفيديو يا جماعة عشان راح تنصدموا بالتطابق اللي بين الأحاديث النبوية والنبوءات التوراتية. ويلا نبدأ. في حديث مهم لازم أحكي لكم إياه قبل ما نبدأ بحديث ال7 سنوات. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه وصححه الإمام أحمد قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل وقال: يا رسول الله، ما مدة رجاء أمتك؟ وفي رواية أخرى: ما مدة رخاء أمتك؟ قال: فسكت عنه رسول الله حتى سأله 3 مرات، ثم ولى هذا الرجل. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم نداله وقال الرسول: لقد سألتني عن شيء لم يسألني عليه أحد من أمتي، رجاء أمتي 100 سنة. قال: يا رسول الله، هل لتلك من أمارة أو علامة أو آية؟ قال: نعم، القذف والخسف والرجف وإرسال الشياطين الملجمة عن الناس. وقال الإمام المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد. اتذكروا هذا الحديث، وخلينا نبدأ بال7 سنوات قبل فتح بيت المقدس ونزول الخلافة فيها إن شاء الله. هذول ال7 سنوات راح يكونوا تقريبا أصعب 7 سنوات قبل الخلافة، سنوات كثير صعبة. طيب زي ما قال الرسول، في 100 سنة عبارة عن رخاء للأمة. متى راح يبدأوا هذول ال100 سنة؟ طبعا إحنا ما راح ندخل بأرقام، لكن راح نحكي بالعلامات اللي قبل هذول ال100 سنة، اللي هي الخسف والرجف والقذف وإرسال الشياطين الملجمة. طيب خلينا نعرف شو يعني كلمة رجف. الرجفة يا جماعة هي اللي أقوى من الزلزال، اللي بتكون تقريبا 10 ريختر وأكثر. طيب السؤال، متى الله سبحانه وتعالى راح يعاقب قوم بالرجفة اللي هي أكبر من الزلزال؟ بيعاقبهم لما يعتدوا على حرمة من حرمات الله بشكل عملي، وركزوا على كلمة عملي. بيعاقبهم الله لما يعتدوا على بيت من بيوت الله اللي هو سبحانه وتعالى أمر ببنائها، زي المسجد الحرام والمسجد الأقصى. مثلا زي قوم صالح لما عقروا الناقة عاقبهم الله بالرجفة. قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لاحظ: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، اعتدوا وتكبروا وتحدوا الله سبحانه وتعالى فعوقبوا بالرجفة. وهذا مثال واحد بس، لكن في أمثلة كثير من القرآن. طيب خلينا نبدأ بالأحاديث ال7 سنوات قبل فتح بيت المقدس ونزول الخلافة فيها. ذكر نعيم في كتابه الفتن بسند ضعيف قال: من حين ينزع الحق إلى أن يدفع إلى أهله 1335 يوم، يعني 3 سنوات و8 أشهر تقريبا. 1295 يوم طوبى لمن صبر عليه، يعني 3 سنوات و6 أشهر وأسبوعين. طوبى لمن صبر على هذا البلاء في هاي الفترة. ركزوا معي يا جماعة، الفترة هاي كثير مهمة عشان تعرف انت وين. قال: يعصب البلاء فيه بالأمير ذو التاج، الأمير ذو التاج وصاحب البر، فما بينهما. قال: فما بالك نقصت من العدة 40 يوم، لأنه هو حكى رقمين وبين الرقمين هذول نقص 40 يوم. ركزوا يا جماعة وهون الشاهد. قال: ال40 يوم هذول فيهم الرجف والقذف والخسف. قال: ثم إمام عادل، ثم إمام عادل، ثم إمام عدل يملكون 24 سنة، ثم إمام عدل يحكم 15 سنة. فهيك صار في 4 خلفاء، والأول والأخير هي 6 مجتمعين كاملين مع بعض. طيب أرتب لكم الأحداث لحد الآن، من وقت ما ينتزع الحق من أهله ويرجع إليهم في مدة زمنية، وهي تقريبا 3 سنوات و8 أشهر. طوبى لمن صبر فيهم، رح يكون فيهم بلاء شديد. وبنفس هاي المدة في 40 يوم هم رح يكونوا الأصعب، اللي فيهم الرجف والقذف والخسف. وال40 يوم هدول مع ال3 كوارث راح يكونوا الأصعب، من أول خليفة اللي هو الأمير ذو التاج إلى آخر خليفة. وطبعا مدة الخلافة هاي راح تكون تقريبا من 35 ل 42 43 سنة. والسابع راح يكون المهدي. وبالفترة هاي راح تكون فتنة الدهيماء واقتتال 3 على كنز الكعبة وأحداث عظيمة كثير كمان. وراح أعمل إن شاء الله حلقة عن ال6 خلفاء اللي قبل المهدي والأحداث العظيمة والفتن اللي راح تصير في مدة حكمهم. وطبعا المهدي والسفياني راح يكونوا مع بعض. طبعا مش قصدي مع بعض متحدين، هم راح يقاتلوا بعض، قصدي توقيتهم راح يكون مع بعض. راح تيجي معاهم آية الدخان، وآية الدخان راح تحجب أشعة الشمس كاملة، فالأرض كلها راح تمتلئ ثلج، ووقتها راح ترجع جزيرة العرب مروج وأنهار، زي ما قال الرسول: بايعوا المهدي ولو حبوا على الثلج. فهمتوا كيف؟ طيب نرجع لموضوعنا وال3 علامات. السند اللي حكيته حكيت لكم انه ضعيف، لكن في احاديث راح احكيها راح تقوي هذا السند. ولا تنسوا بعد ما اخلص الاحاديث النبوية راح احكي لكم عن النبوءات التوراتية، وراح تشوفوا تطابق عجيب وغريب. طبعا احنا بناخذ من اهل الكتاب اللي بتطابق مع ديننا ومع الاحاديث النبوية، والباقي ما لنا دخل فيه. طيب احنا كلنا عارفين انه الصحابة بدهم يقبلوا على هدم المسجد الأقصى، وهذا الاشي ما بيخفى على احد. وبما انه الجزاء من جنس العمل، فبعد ما
يتجرأوا على هدم المسجد الأقصى راح يعاقبهم الله بعقاب شديد وهو الرجفة. ركزوا معاي، الرجفة هاي راح تهيئ للمسلمين الأمور والوضع، فالمسلمين راح يهبوا هبة رجل واحد انتقاما لبيت الله المقدس. فهمتوا كيف الأحداث راح تصير؟ وإحنا قاعدين بنحكي عن مرحلة أصبحت الخلافة فيها ببيت المقدس قريبة جدا. طب واحد راح يسألني يا حسن، طب ما هم عندهم نووي، أوروبا معاهم، أمريكا معاهم، وأكثر العرب مطبعين معاهم إلا من رحم ربي. الحكي اللي بتحكيه يا حسن تقريبا مستحيل. يا جماعة هذا كلام ناس مهزوزين في دينهم. أمر الله نافذ، رضي من رضي وسخط من سخط، زي ما حكيت لكم في أول الحلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحكي إشي عبث، ولسه راح أحكي لكم أحاديث صحيحة بتبين هذا الحكي وبتثبته. ليش ما تحكي إنه ربنا راح يعمل حدث كبير يقلب الأمور كلها لصالح المسلمين، وهذا اللي راح يصير إن شاء الله. طيب إحنا حاليا بنحكي عن انتقال من مرحلة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إلى مرحلة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. طيب احنا الآن موجودين في قبة الصخرة، المقدسيين موجودين في قبة الصخرة وبصلوا. فهمتوا كيف؟ ركزوا معي يا جماعة، لازم يكون في خروج يسبق الدخول، حتى وقتها راح يتحسر المسلمون على المسجد الأقصى، ويتمنى الواحد فيهم انه لو عنده متر بس يتطلع منه على المسجد الأقصى. طيب هل هذا الكلام اللي بحكي لكم إياه من عندي؟ طبعا لا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، حديث سيدنا أبو ذر قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل ب4 صلوات من بيت المقدس. ثم قال: ولنعم المصلى هو. وهون الشاهد، ركزوا معي، قال: وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. يعني انه يكون عندك ارض عبارة عن نص متر يعني تشوف منها المسجد الاقصى احسن لك من الدنيا كلها. هاد شو معناها؟ معناها بيت اهل المقدس راح يطلعوا منها قبل الدخول، وراح يتمنى المسلمين انه يكون عندهم تقريبا نص متر يشوفوا منه بس المسجد الاقصى. وهذا حديث صحيح. وقبل ما نكمل، وللامانه العلميه، اغلب المعلومات والاحاديث اللي حكيتها بهذا الفيديو عباره عن ملخص من الشيخ الفاضل والباحث ابو عبد الله المقدادي، راح تلاقوا قناته على اليوتيوب. ويلا نكمل. طيب المسجد الأقصى كيف راح يهدم؟ راح يبدأ بكذبة كبيرة من الصحابة إنه في زلزال هدمه. طبعا كذب، راح يكون هم اللي هادمينه، بس راح يحكوا إنه في زلزال هدمه. عندها سيغضب الله سبحانه وتعالى ويأمر المسلمين بأن يسوءوا وجوه الصحابة ليدخلوا بعد أن أخرجوا من بيت المقدس وليتبروا ما علوا الصحابة ومن معهم من الخونة تتبيرا. وفي حديث كمان اللي هو عمران بيت المقدس خراب يثرب، والعمران لما يجي لازم يكون في قبليه خراب، والخراب مش بس معناه الهدم، الخراب معناه هجرة أهل المكان هذا منه فيصبح خرابه. وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الناس هلاكا فارس ثم العرب على إثرهم إلا بقاياها هنا، وأشار بيده الشريفة إلى الشام. فهلاك فارس راح يكون أول إشي إن شاء الله. فالأحداث اللي بحكي لكم إياها قاعدة بتدور كلها في فترة زمنية معينة. طيب خلينا هسه ننتقل للنبوءات التوراتية اللي بتحكي عن هذا الموضوع، ال7 سنين قبل فتح بيت المقدس ونزول الخلافة فيها. راح تنصدموا من التطابق يا جماعة، ولازم يا جماعة نقرأ مخططهم من كتبهم. ما هو أنت لازم تعرف عدوك كيف بفكر عشان تعرف أنت كيف تتصرف. هذول الناس شغالين نبوءات وفي مخطط ببالهم بدهم يخلصوه، فلازم نقرأ ونعرف هم نفسهم إيش بفكروا وشو مخططهم. طيب في سفر الرؤيا 11 يقول صاحب السفر اللي هو يوحنا قال: وقال لي الملاك: قف وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة. ركز معي، 42 شهر يعني 3 سنوات ونصف. قال: وسأعطي لشاهدي كي يتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا، يعني كمان قديش؟ 3 سنوات ونص، نفس عدد السنوات اللي ذكرتها قبل شوي، وهي ال7 سنوات اللي راح يصير فيها الأحداث الجثام. وال7 سنوات هذول بعقيدة النصارى خطيرين جدا، لأنه بال7 سنوات هذول باعتقادهم راح يصير في انتهاء حكم الوحش، وراح أذكر لكم إياه حاليا، والنزول الثاني لعيسى بن مريم عليه السلام، والملحمة الكبرى، ودمار الهيكل. هذا الحكي في عقيدة النصارى وأغلب عقيدة اليهود. وفي سفر دانيال 12 قال: فاخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرا يتصفحونه والمعرفة تزداد. قصده بآخر الزمان الناس راح تصير تدور تعرف شو اللي بده يصير،
فنظرت أنا دانييل فإذا باثنين آخرين وقفا، واحد من هنا على شاطئ النهر والآخر من هناك على شاطئ النهر. فسمعت الرجل الذي لابس الكتان من فوق مياه النهر رفع يمناه ويسراه إلى السماء بيدعي يعني، وحلف بالحي إلى الأبد يعني بيحلف بالله عز وجل، وقال ركزوا معاي إلى زمان وزمانين ونصف، يعني سنة وسنتين ونص، يعني 3 سنين ونص، وهي المرحلة اللي بتسبق ال3 سنوات ونصف الأخيرة. لكن ال3 سنوات ونصف الأولى بآخرها انتهاء حكم الوحش. مين هو الوحش؟ يقصد أمريكا. قال فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس راح تتم هاي، يعني بعد انتهاء أمريكا، وتبدأ الفتن والانشقاقات والحروب الأهلية، وفتن وانشقاقات بالكيان الصهيوني نفسهم بينهم وبين بعض. تكملة السفر ركزوا معي. قال ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب قديش؟ 1290 يوما، يعني تقريبا 3 سنوات و5 أشهر وأسبوعين. فقال طوبى لمن ينتظر ويبلغ ل1335 يوما، اللي هم إيش؟ اللي هم تكملة 40 يوم اللي فيهم القذف والخسف والرجف. التطابق يا جماعة عجيب، ما في تطابق زي هيك بكون صدفة. تطابق الأرقام خصوصا عجيب جدا. وهيك يا جماعة بكون حكيت لكم ال7 سنوات قبل فتح بيت المقدس ونزول الخلافة فيها. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.